بالنسبة إلى يوسف عليه السلام، يوسف رفع أبويه. منو أبويه اللي طبوا عليه؟ منو؟ أمه ميتة كانت. جو المشكلة شنو اللي صارت؟ المشكلة يوسف عليه السلام هو وأخوه بنيامين أمهم راحيل ماتت. لما ماتت تعرف ذولا صاروا يتامى، واليتيم يعني تعبيرنا يكسر القلب، يعني الواقع ينعطف عليه الإنسان يرق إله. فكان يعقوب عليه السلام يعامل يوسف وأخوه بنيامين معاملة خاصة، يعطف عليهم، يرعاهم أكثر، يهتم بهم، لأن أيتام ذولاك أمهاتهم موجودة بالبيت، هذول أمهم ميتة، فيرعاهم، يحترمهم، يعطف عليهم. أولاده ما فسروا هاي العملية بالعطف، فسروها بيش؟ فسروها بالمودة، يعني تمييز. قالوا عجيب، أبونا يحب يوسف وأخوه، وإحنا ما يحبنا، إن أبانا لفي ضلال مبين. زين؟ فالواقع مو هذا هو. نبي الله أجل وأكبر من أن يسوي هذا العمل، يعني عمل بغلط، هذا العمل بغلط. وهاي المشكلة اللي واقعين بها الآن، إحنا واقعين بها. تلقى عندنا الآن بعض الناس متزوج لنساء اثنين، وحدة يحبها وحدة يبغضها. اللي يحبها أبنائها مميزين، يحترمهم، يعطيهم. هذا تعرف هذا هو الجهل بعينه. هذا يحط له لغم بالبيت، يحط له لغم بين أخوة، يخلق ما بيناتهم العداوة والبغضاء.